السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سامح شاهين من موقع نوليرا دوت كوم. نخش النهاردة بإذن الله في الدرس التاسع. هنشرح في الدرس التاسع حاجتين: التراك تولز، أدوات التراك اللي بتبقى موجودة هنا، وهنشرح الفيدنج او مش الفيدنج بقى، هنشرح الاوباستي، ازاي تعمل لو للاوباستي عشان تقدر تشوف الحاجه اللي تحتها تدريجي. طبعا الفيدنج ده بيبقى هو نفس الفكره، بس الفيدنج على الاطراف بتاعه الفيديو، اما الاوباستي بيبقى الفيديو ككل، درجه وضوح الفيديو او الصوره ككل. فهنحضر الاول كده ميديا. اوكي، اشتغل عليها ان شاء الله. دي هنحطها هنا كده. احنا قلنا بنعمل فيدنج ازاي. لو احنا وقفنا كده وعملنا بلاي بيبدأ يختفي بالتدريج. طب انا لو عايز اخلي الفيديو كله بنفس درجة الوضوح دي، بحيث لو انا حاطط صورة تحتها تبقى باينة شوية، زي ما الواحد يجي يركب صورتين على بعض، يعني بمنتهى البساطة يا جماعة. باجي على اول تراك من فوق من هنا، كاتب لي الاوباستي 100%، هضغط واسحب لتحت. خدت بالك عمل ايه؟ بقت قليلة. دلوقتي انا لو جبت صورة تانية ولتكن كرايزس وحطيتها تحتيها، هتلاقي الصورة بدأت تبان. ليه؟ لأن أنا هنا بقلل أوباستي، هنا أوباستي 100%، فأنا لما بقلل أوباستي شوية درجة درجة، الصورة اللي تحتيها بتبدأ إيه؟ تظهر معايا. جميل. ممكن أعمل هنا بقى الإيه؟ الفيدنج بتاعي من هنا كده ومن هنا كده، يبقى هو هيعمل فيدنج، يبدأ يظهر لحد هنا. أكبر ظهور ليه، مش هيطلع طبعا لفوق، لأن أنا قلت له الفيديو كله عايز درجة الوضوح بتاعته تبقى إيه؟ على عند 53%. فزي ما انتم شايفين تبدأ تظهر بس لحد كده وتفضل ثابتة. برضه دي طريقة عرض الفيديوهات بتشوفها كتير بقى، ان في فيديوهين راكبين على بعض والاتنين شغالين، ده واضح نص نص وده واضح نص نص، بتبقى نفس الفكرة. تعالوا بقى نشرح التراك تولز. الادوات ديت يا جماعة، الاولانية سولو، بمعنى انا لو حاطط هنا تراكات كتيرة واتكيت على سولو كده، هيلغي كل التراكات ويسيب لي بس التراك ده عشان اشتغل عليه. فانا لو حاطط ديت كده وقلنا ان ديت وبس، هنخليها مثلا نص نص. تمام. طيب في حاجة بقى انا عايز يعني عايز اشتغل بقى على التراك ده، مش عايز اشوف حاجة تانية اللي هو ده بس. فتك هنا على سولو، بقول له اخفي لي كل حاجة ما عدا الايه التراك ده، زي ما انت شايف خفى له الصورة اللي تحتيها، ولو في اي ملفات فيديو او صوت او صورة هيخفيها تاني. اللي جنبيها العكس، بقول له اخفي لي التراك ده وسيب الباقي كله شغال. فانا لو ضغطت عليه اهو، شوف خفاه كله. والله بقى بص، لو قعدت اعمل فيه اي حاجه من الصبح او احط افكتات زي ما انا عايز، مش هيعمل فيه اي حاجه. ليه؟ لان هو اصلا مخفي، مش متنشط. حتى ديت هي اللي باينه، فعشان انشطهم جاي ايه متك. اللي جنبها ديت اللي هي الخيارات المساعده، بضغط عليها بيفتح لي كده ايه؟ خيارات مساعده، خيارات الفيدنج. وانا طبعا قلت لكم الفيدنج بيتعمل ازاي. جميل. هي نفس الايه، نفس الفكره. هنا الاوباستي، ولسه طبعا ايه قايل لكم عليه الاوباستي ديت طريقه وديت ايه طريقه. بس هنا الميزه ان هنا الاوباستي اللي هي 100% متحجمين في دي بس. بمعنى هنا الاوباستي كده عندي 100%، طب كده 50%. ال50% نفسها عباره عن 100% هنا على البار. شوف هنا 100%، لكن هنا ايه جاي عندي 50%. فانا لو قللت، طول ما انا بقلل بيجي الصفر. طب لو انا جبت على قمته، هل الصورة لما اجيب ده بقى عند 100% كده، هل الصورة بتديني ايضاح 100%؟ لا، هي بتديني القيمة دي اللي هي 48، بتخلي 48 كاملة بنسبة 100%. لكن انا عندي ده الاساس، عشان كده انا اللي بدأت بيه ده الاساس، وده اللي بيعمل الايه الفيدنج. اللي جنبيها طبعا تراك اف اكس، ديت تعتبر كمان طريقة انك تجيب الافكتات الايه للفيديو. دي طريقة قلناها، والطريقة التانية زي ما انتوا عارفين من العلامة اللي هنا، والطريقة التالتة من الايه الاف اكس اللي هنا. اللي بعديها دي تراك موشن، ده هنتكلم عنه بعدين ان شاء الله، لان ده خاص بال 3 دي. والباي باس برضو موشن بلر هنتكلم عليها بعدين ان شاء الله، هناخدها ان شاء الله يعني بالتفصيل. كومبوستنج مود بقى، افضل حاجة بقى هنا الكومبوستنج مود. الكومبوستنج مود ده يا جماعة طبعا هو موجود في الفوتوشوب وموجود في برامج تانية كتير. ان انت بتقدر تدي مود مختلف لعرض الصورة. لو انت حاطط صورتين على بعض وغيرت هنا عرض الصورة، يعني طريقة العرض بتاعتها بغير من الالوان. فعلى سبيل المثال انا مثلا لو جبت الصورة الاولانية وحطيتها هنا، اوكي، وقفت وخليت الكومبوزيتنج مثلا سبتراكت، بص هعمل ايه؟ ضرب الاتنين على بعض. هعمل مثلا كنترول، طبعا انت بقى جربهم عشان تقدر تفهم كل واحد. ممكن تعمل سكرين
او ممكن تعمل اوفرلاي. شوف اوفرلاي بيدي كده منظر جمالي اصلا للصورة. اوكي. هتقعد طبعا تجربهم زي ما انت عايز. عشان نختصر وقت هقول لكم طبعا الحاجات المفيده، لكن الحاجات اللي عايزه تدريب منكم بسيب لكم، بقول لكم الفكره وانتوا تتدربوا، لان انت لازم طبعا تجرب بايدك. الشرح مش كل حاجه، اهم حاجه ان انت تجرب بايدك علشان ما تنساش. نخش مثلا على الميديا جنريتور ونختار السوني. هنختار ممكن مثلا اوكي جريدينت كويس، بس خلينا نجيب حاجه تانية. ماشي، ممكن نجيب دي مثلا، صوره زي دي لو انا جبتها هنا وحطيتها فوق. طبعا اقدر اتحكم في الالوان، ممكن اجي هنا على اللون واغير الاصفر لاي لون تاني. اوكي، بس انا مثلا هخليه ايه اصفر واقول له اوكي. تعالى شوف لما نغير المود ايه اللي هيحصل. لو انا مثلا خدت سبتراكت، بص زي ما يكون ليلي. لو انا عايز اوضحه شويه هنزل الاوباستي بتاعته فيبدا يوضح. شوف كده انا لغيته لما اعلي الاوباستي شويه، شوف كأن الدنيا بتليل بالظبط عليه. جميل. ممكن تدي مود تاني، مود برضو جميل، الدوج. واضح قوي صح؟ عشان واضح قوي هنقلله شويه. بص بنقلله شويه، خلى الصورة منورة أكبر. في هنا نور الشمس ساطعة، حتى احنا لو خفيناها نزل الاوباستي. لو خفينا الاوباستي دي الصورة الأصلية. هنا احنا كده زودنا الايه الإضاءة. جميل. يبقى دي الطريقة اللي انت تزود الايه الإضاءة. ممكن طبعا تمسح ديت خالص وتجيب انت حاجة تانية، تقعد بقى تجرب بقى كتير بقى. اوكي، ممكن نجيب دي ونحطها. شوف هنا مع الدوج هننزل تحت شوية لحد هنا كده مثلا، دي هنا 3 ألوان. هنا احمر داخل شوية على اخضر داخل شوية على ازرق. ممكن نغير مثلا الكومبوزيتنج نخليه سبتراكت. السبتراكت بيحرق الالوان، عشان كده معظم المود بتاعته بتبقى غامقة شوية كأنه بالليل. وننزل شوية، شوف الدنيا بتليل، تحس ان الدنيا بتليل ومع ذلك في لون جميل قوي ضارب على الصورة. طبعا الكلام ده بيتعمل على الفيديوهات مش الصور بس. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس، وانا عايزكم تجربوا كده. انتوا عرفتوا الفكره، حطوا بقى الصور على بعض وغيروا في الكومبوزيتنج بتاعت كل واحده لحد ما تقدروا تعرفوا. انا بالنسبه لي افضل اتنين بستخدمهم الدوج وبستخدم السبتراكت. دولت افضل اتنين بيدوا مشاهد كويسه بحتاجها طبعا في الشغل. فجربوا، وان شاء الله أنا موجود على موقع نولار دوت كوم للتواصل معكم في اي حاجه.